عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال يا رب. البنات اليوم عندنا وصفه الفطيره هذه، ما نحكي لكمش البنات، تجي روعه روعه روعه. بون البنات، عندنا الفطيره هذه اليوم فطيره تجي مورقه، تجي ما شاء الله. البنات عندنا، انا درت زوج كيسان فارينه، هذا الكاس الثالث، يعني كل واحد يدير حسب افراد الاسره. انا هنا عندي نصف كاس سميد رطب، هنا راح نضيف له ملعقه صغيره ملح، نزيد له ملعقه صغيره سكر. البنات صدقوني والله وصفه رائعه، يعني جربوها، ما نحكي، ما نضلش نشكركم فيها حتى تجربوها ان شاء الله. هنا ربع ملعقه خميره فوريه، هذه خميره الخبز، وراحين نضيفوا لها البنات ربع ملعقه صغيره خميره الحلويات، هذه تعطيها لون وتعطيها قرمشه ما شاء الله. هذو هما البنات المكونات، يعني المكونات هذه موجودة في كل بيت. هنا زدنا ربع ملعقة خميرة الحلويات. هنا راح نلموا العجينة هذه، نلموها بماء يكون من الأحسن يكون سخون تياد، أحسن ما يكون ما بارد، باسكو هنا كاين الخميرة. لموها فقط البنات هنا، يعني ما فيها عجن، ما فيها ميم با، مجرد ما تلميها راك تحصلتي على عجينة ما شاء الله. كاين هنا كما راكم تشوفوا البنات. ورجعت لكم البنات بعد ما لميتها ما عجنتهاش يعني بزاف، ميم با 5 دقائق، لميتها شويه. الان نبل شويه يدي في الزيت، وراح ندير كريات، ندير 5 كريات، وحده كبيره ونديروا 4 صغار. وهنا أنا نكمل البنات نلمها، نتحصل على عجينه يعني. هذه هي البنات، انا نكمل نعجنها ونتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. هنا 5 كريات، البنات نسقرهم فقط شوي. هادو البنات خليهم يستراحوا على الاقل نصف ساعه ان شاء الله، ونرجع نوريكم الطريقه كيفاه بربي ان شاء الله. ورجعت لكم البنات بعد ما ريحت شويه العجينه. نبداو بالعجين بالوحده الاولى اللي درناها الكبيره. نحط شويه زيت هنا باش تساعدني في الخدمه. نفتحها عادي، نحلها مليح. شوفوا هنا العجينه البنات سهله خلاص، يعني تفتح فاسيلمون. نفتحوها مليح، العجينه الاولى نفتحوها مليح، نحاولوا نسيو نرقوها مليح، يعني تجي رقيقه بزاف، خاصه هادو الحواف تاعها، الحواشي هادو. هكذا البنات، خاصه هادو باش من بعد ما تقعدش معجنه في الحواشي.
هكذا البنات. وهنا واش ندير، نجيب شويه زبده. هنا لك الاختيار، تحبي زبده، تحبي سمن، تحبي مارغرين، واش تحبي اللي متوفر عندك. هنا عندي زبده يعني على درجه حراره الغرفه فقط، ما نحتاجش نذوبها ولا. هكذا البنات نرشها بشويه برك، شويه فقط تاع السميد رطب اللي درناه من قبل، ونهزو واحده صغيره من هذوك اللي حزناهم من قبيل، نزيد نعاود نفتحها شويه فقط ونحطها هنا. تبعوا معايا البنات، شوفي شويه زيت فقط. هادو صغار يعني العكس، ما ترقيهمش بزاف باسكو من بعد رايحين نقرصوهم هنا مع هذه، وتسهل علينا عمليه تاع كي تقدري تهزيها يعني. هكذا البنات نحطها في الوسط، نزيد نكرر نفس العمليه، ندهنها بالزبده. هنا الاشاره فقط انا حطيت طاجين راه يسخن ديجا، نعاود نرشها بشوي سميد ونكرر العمليه حتى يخلصوا الاربع كريات هذوك الصغار اللي درناهم. نعاود نقرصها، هذا شوف باش تشوفوا مليح. هكذا البنات نحاول نديرها قدها قد اختها قد قصدي قد الاولى، ونكرر نفس العمليه، زبده شوي سميد، نهزو الكره الاخرى. هكذا فقط، نزيد نكرر نفس العمليه. نكمل الاخيره. كما تلاحظوا البنات العجينه يعني تعطيك الطوع، ديري واش تحبي. شوف يعني تقرصيها كما تحبي، ما تجيكش صعيبه طول. هذه الاخيره. هنا واش نديرو، نعاودو نفس العمليه، درناها كالعاده بالزبده. نزيدو نفس، هنا نسيي كفاه فقط الحواف فقط. صدقوني البنات كما قلت لكم والله روعه هذه، يعني تشربي بها حليب قهوه روعه. نجيبو موس هنا البنات، نحط الموس. يعني ما فيهاش شرط ديريه، هكذا فقط عشوائي يعني. وشني نحاولوا نغطيو هنا هذا اللي تقطع البنات ما يهمش، باسكو ما عنده ما يدير عادي، كل شيء راح يتغلف في العجين.
هكذا البنات. هذه هي فطيرة المسمن تاعنا، او الفطير المشلتت تاع المصريين. انا شخصيا كنت نشوفه في الافلام هكذا ولا المسلسلات تاعهم ياكلوه. صدقوني نسخف عليه هكذا، يعني نقول كيفاش يديروه، يجي هكذاك مورق، يجي ما شاء الله. جربت هذه الوصفه ما نحكي لكمش خواتاتي، ان شاء الله جربوه وتحكموا بنفوسكم. هنا نعاود نرقوا الوسط هذاك شوي، نقص شويه الغاز فقط. ماذا بيكم الغاز تكون يعني ناقصه شويه ماشي بزاف، باش يطيبوا الورقات اللي لداخل. شوف كما قلت لكم البنات تحكموا فيها يعني بكل سهوله. انا حابه يعني واحده كبيره، ما نحبهاش خشينه بزاف. هذه هي البنات، هذا هو السمك العادي. الطاجين ندهنو شويه زيت. بسم الله، نحطوها مباشره طيب. هذه هي البنات بعد ما طيبناها، هذه هي النتيجه. شوفوا كيفاش طيب حمراء، يعني ما شاء الله. القرمشه ثاني كما راكم تسمعوا، يعني ما شاء الله. التوريق ثاني شوفوا نوريكم خواتاتي. هذه هنا ولادي ما صبروش، يعني قلت لهم استناوني نصور وكولوا على الله. شوف هنا زينتها بقليل من العسل يعني، ولكن اختيار. هذه هي خواتاتي. المهم ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى اللقاء في فيديو قادم. هذه هي البنات بعد ما طيبناها، هذه هي النتيجه. شوفوا كيفاش طيب حمراء، يعني ما شاء الله. القرمشه ثاني كما راكم تسمعوا، يعني ما شاء الله. التوريق ثاني شوفوا نوريكم خواتاتي. هذه هنا ولادي ما صبروش، يعني قلت لهم استناوني نصور وكولوا على الله. شوف هنا زينتها بقليل من العسل يعني، ولكن اختيار. هذه هي خواتاتي. المهم ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى اللقاء في فيديو قادم.